عمرك سألت نفسك ليه في ناس أول ما تدخل أي مكان الكل يحس بوجودها، وناس تانية كأنها مش موجودة أصلاً؟ الموضوع مش حظ، ومش كمان موهبة اتولدوا بيها. الحقيقة اللي محدش بيقولها إن الثقة بالنفس مش إحساس، دي مهارة. بس هنا المشكلة، معظم الناس فاكرة إنها واثقة، وهي في الحقيقة بتهرب إنها تواجه نفسها، بتهرب تعترف إنها محتاجة تتغير. وده أخطر فخ ممكن تقع فيه، لأن في فرق كبير جدا بين إنك تحب نفسك وإنك تضحك عليها. الشخص الواثق بجد مش اللي بيقول أنا تمام وخلاص، لأ، ده اللي عنده شجاعة يبص لنفسه ويقول أنا عندي ضعف هنا ولازم أشتغل عليه. عارف المشكلة الأكبر بقى؟ إن الصورة اللي شايف بيها نفسك هي اللي بتحدد حياتك كلها. لو شايف نفسك ضعيف هتفضل مكانك، ولو شايف نفسك قادر هتبدأ تتغير فعلا. بس السؤال الحقيقي هنا، انت شايف نفسك بجد ولا شايف الصورة اللي مريحاك بس؟ ولو اكتشفت انك كنت بتخدع نفسك طول الوقت، هتكون أول خطوة ايه؟